أستاذ محمد، في برنامج خطوات على طريق الإبداع دائما ما نتحدث عن البدايات الأولى في حياة كل مبدع. كيف ومتى بدأت كتابة الشعر؟ هي الأول قبل كتابة الشعر البداية لعالم الأدب والثقافة، تحديدا وأنا في الصف الأول الإعدادي. كان ليها قصة كده. كان أول يوم دخول المدرسة، أول يوم دراسة بالنسبة لي. فكان يوم 6 أكتوبر سنة 73، يوم السبت، يوم 10 رمضان. كنا فترة مسائية. بعد شوية خرجونا من المدرسة في سن مبكر زي كده. أنا ما أعرفش، في أحداث شايفها كده وأنا مروح، الناس فرحانة بتقول عبرنا قناة السويس، اتحملنا خط الريف. أنا مش فاهم يعني إيه. فمن هنا ابتديت بقى عايز أجيب الجرايد وأقراها وأشوف الموضوع، وأنا في السن المبكر. ابتديت اجيب الجرايد واشوف الصور بتاعت القاده واعملها قص ولزق، اشوف قصائد شعر منشوره في الجرايد في الوقت دوت، اقصها كانت بتشدني. فبدات القراءه عندي من هذا الحدث. إذا البداية كانت مع مشهد الانتصار في نصر أكتوبر. بالظبط. بدأت بكتابة قصيدة وطنية؟ انا كتبت، لا انا اول ما بدات بقى قصيده وطنيه كتبت عن السلام. سنه كان لما السادات رحمه الله عليه لما زار القدس، انا كتبت قصيده عن السلام. فاكر يعني موجوده تقريبا معايا. ضمتها لديوانك الأول؟ للاسف هي مش موجوده حاليا معايا دلوقتي، مش حاضره معايا دلوقتي. كان اسمها فرحه السلام. بعد ذلك استمريت في كتابة الشعر؟ ابتديت بقى اكتب الشعر وفي هذه السن بقى انتقلت للمرحله الثانوي، فابتديت اصدرت مجله اسم الارض ومع مجموعه من الاصدقاء. كان معانا يمكن فيهم الشاعر الكبير فؤاد حجاج، وكنت انا اصغرهم سنا. فعملنا مجله ادبيه باسم الارض، تقريبا كانت في سنه 79، وابتدت مسيره بقى. هذه المرحلة يعني أو مرحلة الثانوي بعد أن انتهت جاءت مرحلة الجامعة. كنت أيضا تكتب وأنت في الجامعة؟ يمكن توقفت فترة في الكتابة وبعد كده بدأت، لكن القراية ما توقفتش، يعني القراءة لم تتوقف إلى هذه اللحظة، لكن الكتابة توقفت فترة إلى أن عدت بعد ذلك للكتابة بعد ما اتخرجت. تقريبا بدأت الكتابة يمكن وأنا لما دخلت بقى الفيس. يعني موضوع الفيس ده شجع للكتابة وعرفتني على الندوات الثقافية والأدبية، وابتديت أحضر. لكن أنت لم تفكر في دراسة مثلا اللغة العربية أو الدراسة في كلية الآداب؟ لا، أنا يمكن الموضوع عندي موهبة كده مش بالظبط كده. لمن تقرأ الشعر؟ أنا بحب بيرام التونسي جدا، ويمكن أنا في كمان قصيدة ليه بتعجبني جدا، ليه هتجني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمجين ونظافه وذوق ونظافه وحاجه تدريس. ما لقيتش جدع متعافي حافي ماشي اشهر خاص ورا واحده البرطع ماليه الدنيا اصوات. قال ايه خالي السيف اخوها السيد احمد مات. فكان بيرام التونسي من الشعراء اللي كانوا بيعجبوني جدا بالنسبه للعاميه. وبعد كده يمكن اول شاعر كمان عرفته وقريت له وتعرفت عليه بعد كده واصبحنا اصدقاء، كان الشاعر الكبير فؤاد حجاج. بمن تأثرت؟ يعني هل تأثرت بفكر مثلا وأسلوب بيرام التونسي أكثر في أعمالك؟ لا، يمكن أنا دخلت مرحلة بعد كده كان نزار قباني بقى. يعني أنا بحب عشاق نزار قباني في قصايده، ويمكن أنا ابتديت أكتب قريب شوية أو أنا بعتبر نفسي أنا من مدرسة نزار قباني. نستمع إلى أول عمل في لقائنا الليلة. طيب هنقول قصيدة الأرض. بنقول: في الأرض كان الشجر، وكان ضياء القمر، وكان حنان البشر. الأرض في دمنا زي الضنا والعرض، الأرض في قلبنا مع كل دقة ونبض. بنخاف على زرعها زي الصلاة والفرض. في الأرض كان الميلاد، وفي النهاية الأرض. في الأرض كان الشجر، وكان ضياء القمر، وكان حنان البشر. في الأرض كان الشجر بيضلل الإنسان، يهديه بكل الأمل، الحب والإحسان.
إحساس، والزهر يهدي معاني الحب للفنان، والورد يحيي حنان القلب في البستان، والحب يحمي البشر من قسوة الحرمان، فيها الشجر للبشر دلة وخير وأمان، لوحة صنعها الإله بتخفف الأشجان وتحمي كل البشر من قسوة الأحزان، لوحة صنعها الإله بقدرة الديان، أودعها كل الجمال وأبدع الألوان. سبحانه من قدرته أهدانا للإيمان، علمنا من رحمته إزاي نكون إنسان، علمنا من حضرته إزاي نعيش